بنا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم إلهام حامد من إلهام إنجليش أكاديمي. تعالوا نشوف بنوصف الفعل نفسه إزاي، وبنوصف الحالة اللي حصلت في الجملة. هناخده سادس حاجة عندنا من parts of speech اللي هو الادفيربس، الظروف أو الأحوال، وهي الكلمات اللي بتحكي إزاي، فين، إمتى، وبتوصف إيه. verbs, adjectives, adverb or a whole sentence. يعني الحال ممكن يوصف فعل أو صفة أو حال تاني أو جملة تانية. ناخد مثال على كل واحدة فيهم. She speaks loudly، يعني هي بتتكلم بصوت عالي. عندك هنا loudly وصفت الفعل speak إنه عالي، صح؟ طيب رقم 2، علي is really tired. عندك الصفة هنا مثلا tired جت قبلها الحال اللي هو really علشان يوصفها إنه حقا متعب. نمبر 3، أحمد runs very quickly، وهنا quickly حال يعني بسرعة، و very حال برضو يعني جدا، يعني أحمد بيجري بسرعة جدا. طب ناخد أنواع الظروف. عندنا 4 أنواع من الظروف أو الأحوال. أول حاجة adverbs of manner اللي هو الأحوال بتعبر عن الطريقة زي quickly, slowly, well, badly. Number 2 adverbs of place أحوال بتعبر عن المكان زي here, there, everywhere. Number 3 adverbs of time أحوال بتعبر عن الزمان like tomorrow, now, today, yesterday, soon. Number 4 adverbs of frequency اللي هي الأحوال اللي بتعبر عن التكرار like always, usually, sometimes, often, never. في حاجة كده بتلخبط الناس، مكان الظرف في الجملة. الظرف بيجي فين؟ الظرف ممكن يجي بعد الفعل على طول زي She sings beautifully، هي بتغني بطريقة جميلة. وممكن يجي قبل الفعل الأساسي مع الظروف التكرارية أو الظروف اللي بتعبر عن التكرار. She always sings well. ممكن يجي في آخر الجملة زي I met him yesterday. تمام؟ ركز معايا في الجملة اللي جاية دي. She speaks English. عايزين نضيف ظرف يوضح ازاي بتتكلم. هقول لك She speaks English fluently. طيب انت بقى دورك ايه؟ انك تشوف ظرف تاني ممكن تضيفه. فكر واكتب اجابتك في الكومنتس.